لما سألوا جاي كاتلر عن سر العضلات من وجهة نظره وازاي وصل بجسمه للشكل الرهيب اللي كلنا فاكرينه، رد باختصار انك لازم تلعب تمرينك بالاوزان الحرة بنسبة 100% تقريبا. وقال للراجل اللي سأله بص كده على كل الابطال اللي موجودين في الصور اللي متعلقة على الحيطة، كلهم ابطال مستر اولمبيا، والابطال دول عملوا عضلات قوية جدا وفازوا ببطولات كتير باستخدام الاوزان الحرة فقط. وقصده هنا بالاوزان الحرة هو الدمبل والبار. وقال كمان ان الاجهزة مهمة برضه، لكن لما بتوصل لمرحلة معينة، والمرحلة دي انت مش ممكن توصل لها من البداية لو مش بتستخدم الاوزان الحرة اصلا. وبيقول كده ان في ناس مفكرة ان مع التقدم في العمر بيكون اتجاهك ناحية الاجهزة اكتر، وده تمام بالنسبة له، مفيش مشكلة لو بنتكلم على ايامنا يعني. لكن بيقولك بص على كل الابطال اللي في الصور دول، ما كانش في ايامهم اجهزة اصلا، ولا حتى لما كبروا كان في اجهزة يستعملوها، وان اقدم جهاز اخترعوه ايامهم كان بعد ما كل الابطال دول اعتزلوا. ونصيحته بشكل عام للي سأل السؤال انك ما تهتمش بكل اللي تشوفه على السوشيال ميديا، وان الاوزان الحرة هي الاهم وهي اللي هتأسس عضلاتك بشكل افضل.